السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه رأيكم؟ طبعا كلنا في كل بيت عندنا المطبقية دي. طبعا شكلها بيبقى قديم عندنا وبدأت تصدي. غسلناها ومفيش فايدة برضو. فجبت الايه الخامة الجليتور دي، وقلت احنا هنعمل مع بعض الايه الافكار الجديدة دي عشان نطور من الحاجات اللي عندنا القديمة. تمام كده. فانا جبت الخامه الجليتور دي، وهبدا ان انا اقصها كده عشان اخد منها طبقات اقدر اشغلها في اعاده التدوير. تمام كده. فانا هحاول بقى ان انا اقص الشكل ده اهو، عشان اعمل برضو يبان شكل البطرمان اللي موجود فيها هو فيه ايه اهو. بصوا، هبدا بقى ان انا اقص الخامه معايا كده اهي. بصوا، تمام كده. حبيتي تعمليها زي ما هي كده اهو، مفيش مشكلة. حبيتي تزخرفيها، يعني هوريكم برضو لو احنا حبينا نديها شكل كده بسيط يعني اهو. هنظبط الخامة بتاعتنا ونبدأ بقى نديها زي بصوا يعني سبعات تمانيات كده اهو، عشان تدي برضو شكل حلو اهو. اهو كده، هي كنوع من التغيير، وتحسي ان انت عملتي حاجة يعني مش معتادة يعني. بصوا اهو، هبدأ بقى ان انا اشيل اللزق اللي ورا. وحتى لو ما انت مش جايباه بلزق، برضو تقدري بمسدس الشمع تثبتيه كده اهو. بصوا اهو كده، وتمشي معاه بقى اهو، هيدي شكل حلو. بصوا، هيغيرها تماما اهو. اهو بنشيل اللزق بتاعنا. تمام كده اهو. وابدأ بقى ان انا اشده شوية اكتر عشان يروح للطرف اللي تحت كده، ويبقى بالمنظر ده. بصوا غيرت الشكل ازاي. بصوا الشكل عمل ازاي. حد هيصدق ان دي القديمة المصدية اللي احنا كنا بنبدأ نعمل فيها اهو؟ دي الفكرة اللي من الدور اللي تحت ده اهو. طبعا انا جايبة اتنين عشان نعمل لهم اعادة التدوير دي. وهنا بحاول برضو اقص الدور اللي بعده برضو عشان يدي شكل حلو اهو. وهنا زي ما انتم شايفين برضو هشيل اللزق عشان اعمل الدور التاني اللي بعده على طول اهو. بحاول ان انا اهو. بصوا انا برضو مشغله مسدس الشمع عشان برضو لو انت جايبه الجليتور دوت مش بيلزق، تقدري بمسدس الشمع برضو تلزقيه اهو. بصوا همشي برضو معاها كده كتغيير برضو للشكل، ويدينا برضو شكل حلو اهو. بصوا اقدر برضو اشده عشان امسكه في الحرف ده كده اهو. بصوا الحرف مسك وبقى شكله جميل جدا اهو، غير شكل المطبقية. هنعمل بقى الدور التالت اهو. بصوا، وتقدري برضو تحطي فستانات، تحطي اي حاجة، فكرة برضو ان انت تظبطيها. بصوا بقى، عشان انا دلوقتي ماسكاها بالناحية العكسي، فمش عايزة يبقى فيها اخطاء، عايزاها تبقى زي اللي عملناها هناك اهو. وابدأ برضو ان انا اشيل اللزق بتاعنا اهو. اهو برضو اشدله كده اهو عشان يعدي معايا اهو من الطرف اللي ورا. بصوا شكلها. حد هيتخيل ان دي المطبقية اللي كانت متدمرة دلوقتي ومصدية؟ معايا بقى مسدس الشمع، تقدري مثلا تاخدي الفستونات اللي احنا قصيناها دي اهي. بصوا نقدر نعملها برضو بالشكل اهو. بصوا اهي كده، هتدي برضو شكل حلو جدا اهي. وهي كده كده كانت هتترمي. بصوا هتقدري تثبتي عند البرواز ده اهو، واحده مثلا في النص العكس اهو. بصوا
ادت شكل برضو حلو. كلها كانت حاجات ان احنا بنقصها وكانت هتترمي. بصوا هنا هاجي معاكم هنا برضو احط في دي برضو، هتيجي برضو عند شكل الايه السبعة دي، كأنها ايه يعني البرواز بتاع البيت من فوق. بيت التوابل بقى. هشيل اللزقة اللي تحتيها، وممكن تلزق باللزقة الطبيعية بقى بتاعتها اهي. بصوا اتغير، بصوا معلمه تماما. وممكن برضو ادي الفستونات دي على القطع الايه، لانها كده كده عامله شكل السبعه وشكلها شيك اهو. اقدر اوزعها على المطبقيه بتاعتي اللي هي بيتحط فيها التوابل. تمام كده. طيب الفكره التانية بتاعتنا ايه بقى؟ بصوا اهي المطبقيه اتغيرت تماما، بقت حاجه تانية خالص. الفكره التانية ان انا عندي مطبقيه بس خشب برضو. بصوا بقى شكلها مكسوره وشكلها متدمره خالص. فانا هحاول ان انا ايه، بصوا استعدلها كده اهي عشان طبعا ما تترميش اهي. وهثبت فيها برضو الايه الجليتور دوت عشان يمسكها اهو من بره ومن جوه. بصوا انا كنت حاطه لها برضو مقويات اهي عشان ايه تخليها تمسك في بعضها اهي. تلاقيكم برضو شفتوها واحنا في المطبخ، انا كنت حطاها في المطبخ. بصوا بقى هنا دي الوردة بقى دي خرجت خالص من مجراها اهو. هحاول ان انا الزقها بمسدس الشمع كده اهو. وهعمل لها بقى ايه، بصوا الكيرف ده كده عشان يمسكها في بعضها. تمام كده. هنا بقى مش هقصه ولا حاجة، انا هحطه زي ما هو بقى ايه، هو اللي طالع ونازل زي ما هو كده، عشان طبعا اخليها تبقى قوية. اللزق ده طبعا هيمسكها اهو. بصوا بقى هحاول ان انا ايه اثبت دي. هاخد من عند الوردة دي كده اهو، وهثبت فيها بقى الجليتور بحيث ان هو يلف كمان معانا من ورا. شايفين اهو هيمسكها من ورا اهو. بصوا الشكل اهي. هاجي برضو عند القطعة دي نفس الفكرة برضو هثبتها اهي اهي. هبدأ برضو ان انا امسكهم في بعض كده اهو. بصوا مسكت اهي. وطبعا هنا تثبت برضو ايه من ورا اهي. بصوا الشكل برضو يعني بقت قوية. هحاول برضو القطعة اللي هي دي هثبتها من الظهر برضو. وهنا برضو بحاول ان انا ايه ادي الجليتور هنا برضو عشان اخلي الشكل برضو يبقى حلو معانا اهو. بصوا هثبته اهو. شايفين هيدي برضو شكل حلو اهو باين قدامكم. تمام كده. وهنا برضو هحاول ان انا برضو احط القطعة دي كده، هشيل منها الزيادة اهو. ونشيلها برضو بحيث ان احنا نعمل دي مثلا هنعملها حافظة للمكياج، او تحطي فيها مثلا الحاجات بتاعت اهي، الحاجات برضو بتاعت التوابل، عصير، حاجات الخياطة. يعني هي هتمشي في كذا حاجة اهي. بصوا لو انا حطيتها شايفين كده الشكل اهي. بصوا اتغيرت تماما اهي. يعني انت تقدري من الحاجات الاشياء القديمة اللي عندك تقدري تعملي منها افكار واشياء تانية خالص وتجدديها بطريقة حلوة جدا اهو.
طبعا ثبتها بمسدس الشمع. بصوا الشكل لما اتثبتت بمسدس الشمع اتغيرت تماما اهو. ممكن بقى فوق احط الورقه اللي انا مثلا شلتها دي اهي. بصوا هتتحط فوق، هتدي برضو متانه، وفي نفس الوقت هتتلزق بمسدس الشمع، هتدي متانه برضو اهو اهي. وهثبتها برضو اكتر بالقطعه دي اهي معايا. بصوا هلزق برضو القطعه دي فيها. انا عايزه اشيل الزياده اهي. هنا طبعا الحته دي مش لازقه، هنلزقها بالشمع برضو اهو. بصوا كده قدرنا اهو. لو انا شلت بقى الورق بتاعنا ده اهو كده، قدرنا نعمل اعاده تدوير للمطبقيات اللي عندنا اهو، والحافظات بتاعه التوابل اهي بطريقه سهله وبسيطه. جددنا منها بعد ما كانت مكسوره، قدرت اصلحها واعمل فيها التعديل ده. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، السلام عليكم.